مساء الخير. إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا طبعا بقالي فتره ما عملتش فيديوهات وكنت بكتفي بالمساحات لانه يعني خلينا نقول الوضع العام ما كانش احسن حاجه وناس كتير بتعمل فيديوهات وتتكلم فما كانش له لازمه. مبدئيا رقم اتنين، هارد لك لجمهور النادي الاهلي العظيم على الموسم السيء اللي يعني كلنا كنا بنحذر منه من فترة كبيرة جدا، يمكن من ساعة ماتش السوبر الأفريقي مع الاتحاد الجزائري. يعني مش كمان من سوبر الزمالك، لا ده من قبل كده. كنا شايفين إن في مشكلة في الفرق، المستوى بيضعف. بس كانوا دايما بيقولوا لنا يعني هو بس ماتش السوبر عشان بداية الموسم، وبعد كده الفرقة بتبتدي تعلى وتظبط. وشوفنا اللي حصل. مفيش أي جديد. طبعا هيجي حد يقول لي بطولة أفريقيا، لا بطولة أفريقيا أنت يعني حرفيا أنت كنت بتكسب بدعاء الوالدين يعني ويعني فعلا كان في حاجة إلهية كده ماشية في الموضوع. لكن أنت على مدار السنة اللي فاتت دي تحديدا أنت شفت المستوى بتاع الفرقة عامل إزاي. المشجع الأهلاوي البسيط بتاع الدرجة التالتة شايف حاجات الإدارة ما كانتش شايفاها، بيتكلم في حاجات الإدارة ما بتتكلمش أو مش عارفة تعالجها. كان عندنا نقاط واضحة وصريحة إن في مشكلة كبيرة في شكل الفرقة في الملعب، في الأداء الفني، في تطوير اللعيبة، في تغييرات المدرب، في قراءة المباريات. أنا معرفش كان أساسا يعني بيذاكر خصومه ولا لأ قبل المباريات، لكن كان بيطلع يقول لك 18 ساعة في اليوم معرفش ايه. الحاجة التانية، لما الجمهور كان بيهيج وبيخرب الدنيا كان بيطلع مرة الوكيل بتاعه يطلع يتكلم، مرة ينزل بيان اعتذار من الشركة اللي شغال معاها، وكان الموضوع ماشي ببيانات، وبعد كده ينزل لك صورة واحد وولاده على موتوسيكل فيقول لك معرفش مصر ايه يعني. طبعا انا متفهم ان اللي شغال معاه بيقول له العب على الحتة العاطفية اكتر عشان المصريين يعني بيميلوا اكتر للعاطفة. نقطة من أول السطر. طبعا سلامي لأهل الثقة، حبايب الكابتن اللي دايما ما بيتأخروش وتحت أمر النادي وبيلبوا طلبات الكابتن على طول، بمجرد بس ما يعمل لهم كده بييجوا جري. أنا بس عايز أسأل سؤال. حضرتك من بعد ما مشيت كابتن سيد عبد الحفيظ جبت مين؟ جبت خالد بيبو، صح؟ بعد كده جبت محمد رمضان، قلت هيبقى هو مدير الكورة. بعد كده قلت لأ، هيبقى مدير رياضي، وسامي قمصان هو هيبقى مدير كورة وفي نفس الوقت مدرب عام. وبعد كده محمد رمضان طلع في ملك وكتابة قال لك أنا أصلا معرفش يعني إيه مدير رياضي. أنا كنت جبت ابني وكنا بنراجع على النت، او يعني شفنا المهام الوظيفية بتاعة المدير الرياضي. فالراجل اساسا ما كانش عنده فكرة، انت جايبه بعد 29 سنة من اعتزال العمل العام فجبته يعني يلا تعالى امسك. هي ايه الفكرة؟ هو انت جبت حد بس عشان يسيطر على اوضة اللبس، عشان ينزل جزاءات على اي لاعب يتكلم او يعمل مشكلة؟ ده كان كل تفكيرك؟ ملوش اي مبرر، ملوش اي يعني مش فاهم. وبل بالعكس، وجود الكابتن محمد رمضان زود المشاكل، زود الخلافات. ومش هتكلم على الحاجات اللي حصلت قبل كده، ولكن هتكلم على جزئية مهمة جدا اللي أنا يعني جاي أتكلم فيها، اللي هي مدير الرياضي. المدير الرياضي ده المفروض اللي هو سبورتس دايركتور. ده المفروض من مهامه الوظيفية إنه، او يعني حتى اي حد يقدر يشوف الجوب ديسكريبشن على النت، الموضوع مش كيمياء يعني ولا اختراع. رقم واحد، الراجل ده المفروض بيكون دارس وفاهم وبيتكلم في الكورة. رقم اتنين، انه كان متدرب قبل كده او بيدرب. رقم تلاتة، آه، راجل عنده خلفية انه يشتغل مع سكاوتينج تيم، يشتغل مع لجنة تخطيط، يشتغل مع محللين اداء، وفي نفس الوقت بيربط
مع قطاع الناشئين، لان هو المفروض بيبقى جايب خطة شاملة، خطة توسعية كاملة بتربط القطاعين ببعض عشان يطلع بجيل كويس، جيل جديد، يعني يعمل لك حاجة محترمة تقدر تبني عليها الفترة اللي جاية. ده غير ان هو بيبقى برضو بيتابع الاقتراحات من السكاوتنج، وبيشوف اللعيبة اللي تفيد الفرقة، وبيقعد مع المدير الفني يعمل خطة ورؤية شاملة للقطاع كامل. فهل انت يعني هل انت جبت حد من الناس دي عنده الخبرة والدراية والدراسة والشهادات؟ طب انت بدل ما تجيب حد طلعه يشتغل ويذاكر ويتعلم ويدرس وياخد الرخص وياخد الشهادات ويجي يفيدك. لكن احنا دايما مشكلتنا بنروح لأهل الثقة. طبعا انا بحاول اكون هادي، مش عايز انفعل، لان الموضوع بامانه بقى بيأثر بالسلب على صحتنا، ما بيأثرش على اي حد تاني في المنظومه بتاعه النادي الاهلي، لان الناس دي كلها بتاخد ملايين، المرتبات بتنزل كل شهر في الحسابات، فاحنا بس المتمرمطين يعني في الليله دي. فانا مش هتكلم في الجزئيه دي تاني، او مش هحرق دمي تاني، لان بجد احنا اللي بنتعب واحنا اللي بنتأذي. ففكرة ان حضرتك تيجي دلوقتي تروح جايب لي كابتن محمد يوسف، والراجل كان يعني شغال مع الحرس كويس وعامل شغل كويس، فانت هتجيبه مدير رياضي. طب انت جايبه مدير رياضي بناء على ايه؟ يعني إيه الحكمة في ان انت تجيب كابتن محمد يوسف؟ هل عنده الدراية الكاملة ان هو يقدر يشتغل على الكلام ده كله؟ طب انت جبت محمد يوسف، طب انت لسه هتجيب مدير فني اجنبي. طب افرض المدير الفني اللي هيجي ده ما توافقش معاه، جاي لك برؤية مختلفة، عاوز نظام مختلف، هتعمل معاه ايه؟ معرفش. ساعتها هنخش في كلاشات، وكابتن محمد يوسف زي ما عمل كابتن محمد رمضان يطرده من الأوضة ويقول له أنا عايز أقعد مع اللعيبة بس، ويبقوا مش طايقين بعض ومش عايزين يقعدوا على الدكة مع بعض، وإن ما قعدش على الدكة طب يروح يقعد معاه مش هخش في القصة دي. لكن ببساطة، يمكن أنا اتكلمت في الجزئية دي من فترة كبيرة جدا، يعني يمكن من سنة ولا حاجة، وقلت انت لازم تجيب مدير فني مصري يمشي بيك الفترة دي لحد ما تقعد وتقرر وتخطط صح انت عاوز مين، وشكل البروفايل بتاع المدرب اللي هتجيبه يبقى عامل ازاي. انا قلت طبعا اول اقتراح كان علي ماهر، بس الناس قالت لك لا اصله في مشاكل مع الكابتن ومغضوب عليه فعلي ماهر مش هيجي. قلت يبقى رضا شحاتة، ده الاختيار التاني بالنسبة لي، او احمد سامي. عماد النحاس كان خيار متاح، ولكن عماد النحاس برضو بيلعب بخطة دفاعية بحتة، فانا مش ماشي. انت خلاص عينته، اوكي، مفيش اي مشكلة. احنا كده كده دلوقتي زي ما بيقولوا كده ايه، في مرحلة انقاذ ما يمكن انقاذه، وهو ايه؟ المركز التاني عشان تلعب افريقيا السنة الجاية بس، مش اي حاجة تاني خالص انت باقي عليها. فكرة ان انت تجيب حد يروح بيك كاس العالم، برضه انا كنت ذكرتها في فيديو من الفيديوهات، ممكن كروش يلعب معاك الثلاث شهور دول بتوع كاس العالم. وهو انا اعتقد ان في حد من الصحفيين برضو كان ذكر الجزئيه دي، ان كروش موافق ان هو يلعب معاك كاس عالم بس ويمشي. فانا اشوف لو ده خيار متاح ماشي، عادي هاته يلعب كاس عالم ويمشي لحد ما انت تستف نفسك وتظبط وتشوف انت عايز تجيب مدير فني شكله عامل ازاي. اخر حاجه عشان ما اطولش، كفايه قوي 10 دقايق. حرقتوا دمنا، ضيعتوا مننا بطولات كانت في المتناول. حرق دمنا مش من الخسارة، حرق دمنا من ان احنا كان في ايدينا نكسب واحنا اللي خسرنا بايدينا، بتعنت واضح وصريح من مدرب افلس وشطب بقاله سنة. ده اللي مخلي الجمهور دمه محروق ومتضايق من اللي حصل. اتمنى تفوقوا وتراجعوا نفسكم ونشتغل بطريقة علمية ودراسة بحتة، نبعد عن اهل الثقة بقى الفترة اللي جاية، ونشتغل كله. مش لازم واحد يكون لاعب كرة قبل كده اصلا، دلوقتي في ناس بتدرس اصلا الكلام ده ومعاها شهادات ومعاها يعني، اتفرجوا على احمد عز وعمر عبد الله وناس كتير قوي بتطلع مع ابراهيم فايق. روحوا شوفوا الناس دي دارسه ايه وبتعمل ايه وفاهمه ايه. اتمنى فعلا التوفيق للنادي الفتره اللي جايه، عشان احنا فعلا كجمهور مش هنستحمل اي اخفاقات الفتره اللي جايه. اتمنى تبداوا موسم نظيف، على جديد، على رواقة، مع مدير فني كويس. طالما في فلوس ادفعوا وهاتوا اللي يعمل حاجة صح للفرقة،
شكل الفرقة واسلوبها في الملعب والبلاس 90 والهوية بتاعة النادي، كل ده اتدمر. انت هتحتاج فترة كبيرة عشان ترجع تاني للكلام ده، مش من يعني ممكن تكلفك موسم كمان ان انت ترجع شكل الفرقة والهوية تاني، الا اذا كان مدرب يعني تقيل قوي ممكن يقدر يلم الدنيا دي في 3 4 شهور 6 شهور بالكتير. واتمنى من الكابتن محمود الخطيب ما يترشحش لاي فتره تانية، دي وجهه نظري، كفايه قوي كده. يعني الراجل كتر خيره زي الفل، عمل انجازات عظيمه ومتشكرين جدا يا كابتن، بس انا بقول ان انا شايف ان ده كفايه. برضو صحتك محتاجه ان انت تهتم بيها اكتر وتراعي نفسك شويه وتركز في فتره العلاج اللي حضرتك محتاجها. رساله للاخوه الصحفيين، معلش انا اسف، دي لازم يعني ما ينفعش. اللي هم الفترة الأخيرة طلعوا بيتكلموا باسم النادي وهم ولاد النادي ومحسوبين على النادي ويعني دمهم أهلاوي. أتمنى من حضرتك يا كابتن لو سمحت، لما يكون عندك خبر حصري وعندك معلومة محدش غيرك يعرفها، وداخلين على مناسبة قوية أو لسه المناسبة اللي انت عندك الحصري بتاعها ما خلصتش، يعني أوطي على إيدك أبوسها، استنى لما المناسبة تخلص واطلع بالحصر بتاعك مع ابراهيم فايق في فيديو في لايف في بوست، ما يعني اعمل ما بدالك، لكن وقت المناسبة ما تكون لسه شغالة خلي معلومتك لنفسك. لان برضو خلينا نقول ولو بنسبة 1% انت كان ليك يد في الموضوع وأثرت على فكر حاجات كتير. أظن رسالتي واضحة وصريحة ووصلت للإخوة الصحفيين اللي محسوبين على النادي الأهلي. شكرا.